يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني بجد. وحشتوني كتير جدا جدا. يا بقالي كتير قوي كده ما طلعتش اتكلمت معاكم ورغيت، مش عارفة اصلا هسجل لكم ازاي. حاسة ان انا نسيت التصوير ونسيت التسجيل وكل حاجة. المهم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني طبعا جدا. وعايزه اقول لكم بجد بجد ميرسي جدا لكل اللي كان بيسأل عليا الفتره اللي فاتت. طبعا اللي متابعني على الانستجرام هيكون خلاص عارف اخباري اول باول. لكن على اليوتيوب هنا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديو بصراحه. هسيب لكم لينك الانستجرام تحت علشان لو لقيتوني غبت هنا شويه كده هتلاقوني متواجده على طول هناك يوميا باستمرار. تعالوا بقى عشان ما نتوهش من بعض، فيديو النهارده هيكون فيديو جامد جدا، فيديو تشجيعي كده وتحفيزي. هنعمل مع بعض حاجات حلوه قوي في المطبخ، هنرتب المطبخ كده ترتيبه تمام. عشان ما نتوهش من بعض، انا هنا قلت عشان اشجع نفسي. بص بصراحه انا كنت مكسله جدا في اليوم ده ان انا اقوم اعمل اي حاجه، فقلت خلاص عشان احس ان انا يعني اتشجعت كده. عايزه اغير الكورنر ده، واحس انا دايما الكورنر ده بحبه قوي لان هو تحت الشباك كده، فبحب كده الصبح الشمس وهي داخله عليه، بحب جدا الكورنر ده. فقلت عشان اشجع نفسي هبتدي بيه هو الاول واغمل فيه كده. تغيير بسيط، هو مش تغيير اوفر يعني، بس تغيير بسيط كده. انا بحب قوي التغييرات البسيطه دي جدا، يعني بتفرق معايا جدا وبتفرق في نفسيتي جدا. فقلت هو عايز تنظيف، بما ان انا كده كده بنظف بقى المطبخ وبرتب وبعيد ترتيب الحاجه، فهغير فيه كده شويه حاجات. آه نضفت الركن ده كويس جدا. كنت بوريكم الفوطه بتاعه ايكواي اللي هي بتاعه التلاجة، حلوه جدا بقى في تنظيف السيراميك، في الرخامه، في التلاجة، في الاجهزه الكهربائيه، كل حاجه تتخيلوها. فحلوه قوي الفوطه دي. بس هنا بقى جبت الفوطه برضو بتاعه ايكواي اللي هي بتاعه الزجاج، بتاعه التلميع. رهيبة في اي حاجة بقى عايزة تلمعيها، ازاز، اكليريك، بصوا اي حاجة اي حاجة بجد بتلمع بطريقة رهيبة. فجبتها كده وقعدت بقى ايه، ألمع كل حاجة قدامي بقى، كل حاجة كده عايزة احس ان المطبخ نضيف كده وبيلمع. جبت بقى العلب بتاعت التوابل دي، شلتها من الستاند بتاعها. قلت عشان اعمل تغيير فهشيل الستاند دلوقتي. ممكن ابقى اركبه بعد كده، بس يعني كتغيير، كنوع من التغيير مش اكتر. فخدت بس العلب بتاعت التوابل وشلت الستاند، وقلت هحطها في الصينيه بتاعتي الجميله الاموره دي بتاعت ماي كيتشن. الصينيه دي عامله قلبان على الانستجرام يا بنات، والله العظيم عامله قلبان. هحكي لكم حكايتها بعدين، بس خليني اقول لكم بس انا بعمل ايه دلوقتي. انا جبت الازازه بتاعت الزيت والخل. هما كانوا كنت لسه ملياهم يعني، بس كنت حاسه ان هما بصراحه عايزين يتلمعوا، يعني كانوا محتاجين يتلمعوا. انا اصلا هنا ما كانوش مليانين، انا مليتهم. بس كنت بصور ريل على الانستجرام، فهتلاقوا كده لقطات كده بتروح كده منكم عادي، اعرفوا ان انا فصلت عشان بصور حاجه على الانستجرام. فتعالوا لي بقى هناك هتلاقوا حاجات حلوه قوي باذن الله. بس لمعتهم كده وحطيتهم، وجبت بقى المنظم ده منظم اكليريك، المفروض ان هو منظم ميك اب. وانتوا خلاص اتعودتوا عليا، خلاص انتوا عارفيني، خلاص حفظتوني يعني ان انا يعني مش كل حاجه بعملها يعني الوظيفه بتاعتها. يعني ده منظم ميك اب، مش هستخدمه منظم ميك اب، انا هستخدمه ايه بقى؟ احط فيه مرقه الدجاج في الجزء اللي هو اللي ليه غطا، وعلى فكره الجزء التاني ليه غطا برضو بس انا شلت منه الغطا. فهحط في الجزء الكبير مرقة الدجاج، والجزء التاني هحط فيه مش عارفة احط فيه زرع ولا هيش.
انا استقريت على ايه؟ على الهيش. عشان انا عملت كذا تنسيق واستقريت في الاخر ان انا احط هيش، عشان احس بقى ان الشتا جت. عارفين بقى احساس الشتا بقى والديكورات البوهيمي والحاجات الحلوه اللي انا بحبها دي. المهم حطيت كده المنظم واحد فيه مرق الدجاج، والتاني اللي ورا سبته مفتوح وحطيت فيه الهيش ده. هعمل كده يعني ما بين الديكور البوهيمي على الابيض، على بصوا يعني هو كده حاجات هيعجبكم باذن الله. الكورنر ده غيرت فيه شويه حاجات كده هيعجبكم. هو مش ده بصراحه، بس انا غيرت كمان الحته اللي فيها الكوفي كورنر اللي هي اللي على الشمال، بس ما صورتهاش معاكم في الفيديو ده. ان شاء الله ممكن انزلها لكم الفيديو الجاي، عشان الفيديو الجاي فيه مفاجاه. اكتبوا لي بقى في تحت في الكومنت كده ممكن يكون ايه هي المفاجاه. هتوسع لي المطبخ واحس ان في فرق كده في الرخامه، بما ان الرخامه بتاعتي صغيره. فالجزء بتاع الكوفي كورنر ده هيتشال، يعني هشيل مكنه القهوه والكاتل والمشروبات. يعني خمنوا كده، اكتبوا لي تحت في الكومنت انا هعمل ايه. جبت البراد بتاعي ده اللي متابعني من زمان قوي قوي، بيجي لي مسجات على الانستجرام. ثواني الغي الصوت. اللي بتابعني من زمان قوي قوي من ايام الشقه القديمه، كنت دايما بحب احط في البراد ده الاسباتيولات الخشب والحاجات اللي انا بستخدمها على طول. بحب ديكور قوي البراد في ان هو يتوظف في الموضوع ده او في الزرع، بس حاساه عملي اكتر في ان انا احط فيه اسباتيولات والحاجات اللي بستخدمها يوميا. حطيت طبعا زرع، اكيد هحط زرع، وحطيته في البوت اللي لونه ابيض عشان يعمل ماتشنج كده مع البراد، فحس ان هنا في تناسق الوان يعني. وحطيت اليقطينه بتاعتي القمر دي. اليقطينه دي اللي برضو متابعني من زمان هيكون عارفها، انا كنت عاملاها معاكم في الشتاء اللي فاتت، كنت منزله لكم فيديو على القناه هنا فيها طريقه اليقطين. عشان عايز اقول لكم جالي كميه كومنتات على الانستجرام على اليقطين ده، على اليقطينه دي واليقطين اللي هو الكوشنز الكبير اللي انا حاطاه في الريسبشن، وعامله كذا يقطينه كده حطاهم في الريسبشن. فبيجي لي كميه رسائل انت جايباهم منين، انت شارياهم منين، جايباهم منين. بقول لهم انا اللي عاملاهم، ما يصدقونيش. فادخلوا كده على القناه هتلاقوا الفيديو اللي انا كنت عامله فيه طريقه اليقطين. حطيت التابلو الاسود ده هنا وبس كده. قولوا لي بقى رايكم ايه في الكورنر كده بعد ما غيرت فيه. أنا طبعا مش تغيير جامد، هو تغيير بسيط، بس الفيديو الجاي احتمال اغير في حاجات كتير في المطبخ علشان الموضوع اللي انا قلت لكم عليه. يعني الحاجه اللي انا هجيبها دي هتخليني اغير نظام الديكور اللي على الرخامه شويه. جيت بقى هنا للبوتاجاز، قلت اخلص منه هو كمان، عشان هو بجد يعني لما بخلص منه بحس ان فيه هم تقيل كده اتشال من على قلبي. بصوا هقول لكم حاجه. انا الفتره اللي فاتت كان بيجي لي فوط من ايكو واي من جرين واي كتير جدا، وكلمتكم عن الفوطه بتاعه الدهون كتير على الانستجرام. بحبها جدا، بحب انضف بيها السيراميك بتاع المطبخ، اللي هو السيراميك اللي جنب البوتاجاز واللي ورا البوتاجاز. اي حاجه حاسه ان هي فيها دهون بتنضفها وتبقى زي الفل. بس مش عارفه ليه في البوتاجاز حابه اكتر كولوريكس الوان. بحس ان هو بيدي كده لمعان كده للستانلس، بحس ان هو بينور، يعني بيخلي الستانلس منور كده، وبحس بريحه كمان نظافه. فبحب بصراحه لو في الاستخدام اليومي عادي ممكن استخدم الفوطه بتاعت ايكوي بتاعت الدهون ولمع بيها كده في السريع. لكن لو حسيت ان البوتاجاز محتاج تنظيفه حلوه يعني لازم انضفه بكولوريكس الوان، بجد بيخليه رائع. بصوا بقى بجد بيخلي الستانلس بيلمع، بصوا العيون حرفيا بتلمع. كل ده من كولوريكس الوان، رهيب رهيب في البوتاجاز وفي الحوض. هعمل معاكم بيه الحوض دلوقتي، بصراحه حلو جدا جدا. بس هرجع بقى كل حاجه كده مكانها وكده ابقى خلصت خلاص البوتاجاز. بصوا هنا في نقطه ميه شايفينها، بتعصب انا بالموضوع ده قوي. بس دلوقتي هرجع تاني اعمل بالفوطه بتاعه الزجاج. بحب قوي الفوطه بتاعه ايكوي بتاعه اللي هي التلميع الزجاج دي، ان انا المع بيها السطح البوتاجاز وجنب البوتاجاز، واللي هو الباب بتاع الفرن اللي هو المرايه ده، بتلمعهم بتخليهم حرفيا يعني رهيب بجد بجد، بيلمعوا كده بطريقه رهيبه. جبت العين اللي في النص دي عشان انا ما بستخدمهاش، فيها مشكله، فقلت ان انا هغلفها كده اسمه ايه ده، الورق الفويل، عشان ما تتوسخش على الفاضي وانا كده كده مش بستخدمها. بصوا هنا بلمع اهو البوتاجاز بالفوطه بتاعت جرين واي او ايكو واي بتاعت الزجاج.
وهنا بقى كنت خلاص خلصت الجزء بتاع البوتاجاز وخلصت منه. عايزه اقول لكم ان انا عملت الحيطه السيراميك اللي هو اللي جنب البوتاجاز، واللي ورا البوتاجاز كمان بالفوطه بتاعت الدهون اللي هي الموف، بس مش عارفه بصراحه المقطع ده راح فين. ممكن يجي بعديه، ممكن ساعات المقاطع بتتبدل. المهم جيت هنا للبطل بتاعي فظيع، كوريكس الوان ده لو خلص من عندي انا بنهار بجد، بحبه جدا. انا عايزه اقول لكم جوزي بيقول لي هو انت بتشربيه، انت بتخلصيه بطريقه فظيعه. بس انا بنضف فيه بصراحه كل حاجه تتخيلوها، الحوض بتاع المطبخ، البوتاجاز، بنضف بيه كمان التويلت، الحوض بتاع التويلت، بصوا البانيو، كل حاجه. بس بجد رهيب رهيب هو بجد، يعني جوكر فعلا. بس جبت كده الفرشه بتاعت ايكيا، وقلت انا الفرشه دي مخصصاها للحوض بس، بحب دايما اغسل بيها الحوض. عايزه اقول لكم في كذا بنوته قالت لي ممكن تجرح الحوض، لا ما بتجرحش الحوض خالص، انا بستخدمها بقالي فتره طويله جدا، وبصراحه زي الفل معايا، مش بتجرح الحوض خالص. بس جبت هنا بقى كده بشطف الحوض وهنشفه كويس قوي، عشان هنعمل بقى ترتيب النهارده في الرخامه حلو. مش في الرخامه، في المطبخ عامه. عايزه اقول لكم انا ظاهريا المطبخ عندي نظيف، بس الظرف اللي جوه بصراحه مبهدله، فقلت كل يوم هاخد كده ضرفه انظمها وارتبها. واكبر ضرفه او اكتر ضرفه حاسه فيها بهم تقيل على قلبي الضرفه بتاعه الخزين. بجد كانت رهيبه، كانت اكياس كتير 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 على بعض، وكانت منظرها بصراحه بشع، هوريها لكم دلوقتي. جبت بقى هنا فضيت كل العلب بتاعه البقوليات، وقلت عايزه اغسلهم كده غسله كده جامده، اللي هو احس بقى بصابون بقى ورغاوي، واحس ان هما نطفوا كده جامد. علشان انا كنت قبليها اصلا كنت جايبه الخزين بتاع الشهر، كنت في كارفور وكده، وجبت الخزين بتاع الشهر. ما صورتلكوش في كارفور لان انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ما بعرفش خالص اصور هناك خالص، مش عارفه. نفسي اتخطى الموضوع ده، يعني اتخطاه كده واعرف اصور، بس ان شاء الله احاول اعمل كده. بس عاده بيبقى معايا زوجي العزيز، فما بعرفش اصلا اشتري الحاجات، اللي هو يلا انتوا عارفين بقى الرجاله لما بتبقى موجوده في الحاجات بتاعت النزوله بتاعت ان احنا نشتري حاجه او كده، فبصراحه بيوترني جامد، فمش بعرف ان انا اصور. ان شاء الله مره كده ابقى رايحه لوحدي واصور. جيت بقى هنا خدت كل العلب بتاعه البقوليات وغسلتها كويس جدا جدا، وهسيبها تتصفى، وهكمل بقيه الحاجه. وبعد كده هبتدي بقى انظم فيها البقوليات بتاعتي او الحاجه بتاعتي عشان ارصها في الضرفه. بس انا كنت الاول حطاهم في ضرفه كده لوحدهم، غيرت النظام شويه، خليت الحاجات اللي انا بستخدمها كتير في الارفف اللي هي في المطبخ، هوريها لكم دلوقتي. والحاجات اللي يعني استخداماتها بعيده شويه حطيتها في الضرفه، ونظمتها برضو في منظمات، عشان ما احسش ان في اكياس كتير على بعض، بحس بكآبه. انا كنت بفتح الضرفه دي بحس ان انا كئيبه، اللي هو ايه ده، لا انا مش هفتحك تاني. انا عماله ارغي، انا عارفه انا صدعت لكم دماغكم، بس انتوا وحشتوني بجد والله العظيم، بجد مش كلام، حاسه ان انا مفتقداكوا كده، ومفتقده الرغي معاكم. اخباراتكم ايه بقى؟ قولي لي كده عاملين ايه. عايزاكم تكتبوا لي كتير في الكومنت كده بتعملوا ايه الايام دي، ماشيين حياتكم ازاي. انا بحب الشتاء جدا طبعا، انتوا عارفين ومتفقين على الموضوع ده، بس الايام اللي فاتت الصراحه ما كانتش احسن حاجه، كنت دايما بيجيلي حالات اكتئاب كده، اللي هو انا مش طايقه نفسي، انا مش عايزه اصور، انا مش عايزه اعمل اي حاجه. فكنت بتغلب عليها شويه، وبعدين ارجع تاني اكتئب، فمعلش يعني ده عادي عادي. شجعوني بقى كده وقولوا لي بتعملوا ايه لما بيجيلكوا فترات زي كده، اللي هو انتوا مكتئبين مالكوش نفس تعملوا حاجه، فاقدين كل حاجه شغف بقى وكل حاجه. يعني بحاول ان انا اتقلب على يعني اتخطى الموضوع ده، بس بتبقى صعبه شويه، بس الحمد لله. الحمد لله. بس جبت هنا بقى كده العلب كلها. كان في شوية علب كان فيها حاجات بقايا، يعني العدس، ومش عارفة كان في ايه تاني، تقريبا لوبيا او حاجة كده. فضيتهم في حاجة في طبق عشان اغسل العلب بتاعتهم. بس اغسلهم بقى كلهم واسيبهم يتصفوا كده على المنشفة اللي انا حطاها دي. ومش عارفة هنعمل ايه، هنعمل حاجة مهمة بس مش فاكرة ايه هي. المهم خليني اقول لكم، بصوا العلبه دي لو انتوا عندكم منها الغطا بتاعها بيتفك كده، عشان انا ما كنتش اعرف ان هو بيتفك، فكان بيبقى فيه ميه، ومثلا اغسله بيبقى متحوش في الحته اللي هي اللي جوه دي ميه، بعد كده احط الحاجه الاقي ان الحاجه بتبوظ. اكتشفت بعد كده ان الميه دي بتنزل بقى على الحاجه اللي موجوده في العلبه فبتبوظها.
او اكتر مكان حاسه ان هو يعني مبهدل او مكركب، فحسيت ان انا احسن حاجه ان انا اعملها ان انا ابتدي بالضرفه دي. المهم بقى، عايزة بجد بجد اشكر كل الناس اللي سألت عني وعمالين، يعني بصراحة انتوا حلوين قوي بجد والله العظيم. يعني في ناس كتيرة قوي بتشجعني بصراحة، وكل ما انا يعني الناس دي متابعاني على طول اعتقد على الانستجرام، لان انا دايما بتكلم اكتر عن الانستجرام. بحس ان انا يعني كل حاجه ببقى حاسه بيها كده بشاركها معاهم. في ناس كتير بصراحه شجعتني وقالت لي لا، ما تستسلميش وما تيأسيش وارجعي تاني وصوري ونزلي. فبصراحه انا مبسوطه جدا. تعالوا هنا بقى اقول لكم هعمل ايه. انا حسيت بصراحه ان انا بقالي كتير جدا ما نضفتش الرف بتاع التوابل ده، وكان العلب الموجوده دي معصباني بجد، جايبالي اكتئاب كده. فشلت كل العلب بتاعه التوابل، وكمان الماسوره اللي تحت اللي هي الخشبي دي شلت من عليها كل حاجه، وقلت بقى عايزه انضفهم كده تنظيفه حلوه، ان انا بقالي فتره ما جيتش جنبهم. فشلتهم كلهم، وبعد كده هجيب بقى الفوطه بتاعه ايكواي بتاعه الدهون الموف اللي هي الدبل فيس دي، وببتدي ان انا ابلها بميه سخنه. بصوا يعني حاجه بسيطه قوي، ببلها حاجه بسيطه قوي، وببتدي ان انا انضف بيها. حسيت كتير ان الرف ده فيه تلزيق كده ملزق او فيه دهون ما تفهموش، يعني هو برضو قريب من البوتاجاز قوي، فاكيد هي معرض ان هو يجي عليه دهون. بس فبحب ان انا اضافه دايما بالفوطه دي، بجد فظيعه بجد، بتنضف جدا. بس في البوتاجاز ما اعرفش ليه ما حسيتهاش. بصوا بوريكم، بصوا هي ازاي بتنضف، يعني في حاجات كتير في الرف انتوا مش شايفينها اصلا. حسيتها في البوتاجاز هي بتنضف وكل حاجه، بس انا بحب احساس البوتاجاز وهو فيه رغاوي كده، عارفين صابون بقى ورغاوي وبتاع، بحس كده ان هو نضف اكتر يعني. بصوا بقى، جبت وانا في كارفور، جبت العلب بتاعه التوابل دي رهيبه، عجبتني قوي، شبه بتاعه ايكيا. عجبني الستايل بتاعها ان هي لونها اسود كده، وان هي من ناحيه ممكن تدخلي فيها عادي المعلقه، يعني الناحيه دي مفتوحه قوي فممكن تاخدي بالمعلقه عادي، والناحيه التانية مخرمه كده لو انت عايزه تنزلي كميه قليله. وبرده شكلها حلو، فقلت خلاص كل مره لما اروح هجيب حاجه. يعني انا جبت 3 المره دي، قرفه وكمون وسبع بهارات، لان دول اللي كانوا ناقصين عندي، لكن الحاجات الباقيه كانوا موجودين كتير في العلب اللي هو الطقم بتاع التوابل. قلت المرة الجاية بقى هبقى يكونوا اللي عندي قربوا يخلصوا، فهجيب بقى يعني هعمل كذا واحد واحطهم كلهم في الرف ده الخشبي ده. حاسة ان هما شكلهم حلو في نفس الوقت عمليين قوي بصراحة يعني. بس حطيت بقى هنا، نظمت كده الرف ده. الرف ده يا بنات بجد بجد من اكتر الحاجات اللي جبتها في حياتي، وبجد عجبتني جدا. الماتيريال بتاعته رهيبة، الخشب بتاعه تقيل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا جايباه من بيج على الانستجرام، هسيب لكم الاكونت تحت في الديسكريبشن بوكس. انا جايبه منه الرف ده، وجايبه منه الصينيه اللي مكتوب عليها ماي كيتشن، جايبه منه كمان الصينيه بتاعه الديكور اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. بجد رهيب رهيب، انا من اكتر البيجات اللي اتعاملت معاها في حياتي. الحاجه بتاعتهم حلوه بالطريقه دي. هسيبها لكم تحت بقول لكم في الكابشن. انا خلاص، انا لساني اخد على الانستجرام خلاص. هسيبها لكم في الصندوق الوصف باذن الله. ادخلوا بقى اتفرجوا على العظمه اللي موجوده في البيج دي، بجد رهيب رهيب يعني. هو يعني عدى التوقعات بجد. فانا رشحه لكم بصراحه وبقوه. اي حاجه خشب، اي ديزاين انتوا عايزين تعملوه بيعملوه. عايزه اقول لكم كمان الماسوره بتاعت ايكيا الخشب دي ممكن ينفذوها لكم عادي جدا، سهله. فبجد هو رائع.
كنت عايزه احكي لكم على حوار الصينيه، كنت بكلمكم عنه من شويه. الصينيه اللي مكتوب عليها ماي كيتشن الخشبي دي انا جايباها من نفس البيج. حصل عليها قلبان جامد جدا. انا عايزه اقول لكم انا في اليوم ده قعدت اعيط والله العظيم. هحكي لكم الموقف. انا البيج دي كانت بعتالي الصينيه دي وعملت عنها ريفيو، بصراحه هي رائعه. جيت بعدها بفتره طويله جدا لقيت ان صاحبة البيج بتكلمني وبتقولي ان الصينية طلعت ترند، اللي هي دي ماي كيتشن اللي انتوا شايفينها دي، طلعت ترند وكده، او طلعت اكسبلور حاجة كده يعني على الانستجرام. وكل تقريبا 14 او 15 اكاونت منزلها ان الصينية دي تصويرهم هم على الطبيعة، او ده المنتج بتاعهم، شكل المنتج بتاعهم على الطبيعة. بصوا منظر الضرفة، بصوا بتجيب لي اكتئاب بجد رهيب. جبت كل حاجة ورحت زقة، كل ما اجيب حاجة اروح زقاها. فخلاص بقى قلت النهاردة ان شاء الله نصدمها معاكم. وهنا كانت خلاص العلب ابتدت تنشف. فقلت ان انا هرص بقى، يعني هحط فيها هملاها بالبقوليات وبعدين هرصها في الظرف. خلينا بقى في موضوع الصينية عشان اضحككم شويه. المهم فقالت لي ان هم قالوا ان ده شغلهم على الطبيعه وده حرام. لان اصلا الصينيه دي احنا اللي مصممينها، يعني هي البنوته. احنا اخترنا الشكل الصينيه وايه اللي الكلمه المكتوب عليها نكتب عليها ايه وشكلها يبقى عامل ازاي ولون الصينيه عامل اللون ازاي كمان. يعني كمان هي المراحل بتاعت الصينيه اول ما اتصنعت وورتني شكلها، وبعدين قلنا هنعملها درجه عامله ازاي، طب هنكتب عليها ايه. فهم اللي صمموا الصينيه او احنا صممناها مع بعض، انتوا فاهميني. بعد كده بقى اكتشفنا ان هما بيقولوا ان لما الصينيه طلعت ترند او انتشرت الصوره بتاعتها قوي، البيجات دي خدت الصوره وقالوا ان ده شغلهم على الطبيعه. فقالت لي حرام بصراحه ان هما ياخدوا يسرقوا شغلنا وكده، حرام وكده. فطبعا انا اتضايقت قوي عشانهم. فدخلت وكتبت على يعني عندي على الستوري ان الصينيه دي انا جبتها من الاكونت ده، وهما اللي انا اتعاملت معاهم ودول انا واثقه في شغلهم جدا. فحرام ان اي حد تاني ياخد الصوره بتاعتي او صوره انا مصوراها في مطبخي خاصه بيا، والديزاين ده او المنتج ده بتاع الشركه دي او بتاع الصفحه دي، وينسبها لنفسه، ده حرام. وبعدين انا خايفه كمان ان ممكن حد يشتريها بناء ان انا رشحتها له او قلت ان المنتج ده حلو قوي، وفي الاخر يطلع مش حلو، لان هو ممكن يكونوا هما بيعملوا الجوده بتاعه الصينيه اقل، ممكن يعملوا نفس الشكل، بدليل ان هما مش منزلين صوره الصينيه بتاعتهم، هما منزلين صوره الصينيه بتاعتي انا اللي انا مصوراها. وكاتبين ان دي بتاعتهم على الطبيعه. فهم لو كان شغلهم كويس او واثقين من شغلهم هينزلوا المنتج بتاعهم على الطبيعه. فممكن حد يروح يشتريها على اساس ان هي كويسه زي ما انا قلت، في الاخر يطلع الكواليتي بتاعتها وحشه فيدعي عليا انا. فاللي هو انا كنت متضايقه قوي بصراحه، يعني اتضايقت من الموقف ده، واتضايقت كمان ان لقيت بقى هجوم عليا وكذا. واحده دخلت كلمتني وانت كده بتقطعي رزقنا وحرام وليه بتعملي كده، وعادي اصلا الناس كلها بتاخد صور من على النت عادي وبتنزلها عندهم، وبنترست مليان صور، وليه بتقولي كده. فقلت لهم انا ما عنديش مشكله ان انتوا تاخدوا الصوره، بس ما تكتبوش ان ده شغلكم على الطبيعه عشان ده مش شغلكم. يعني ممكن تنزلوا الصوره، تاخدوا الصوره او تنزلوها وتقولوا مثلا احنا هنعمل المنتج ده، او قررنا ان احنا نعمل المنتج ده وهننزل لكم مثلا صور المنتج بتاعنا على الطبيعه من مثلا من بيت العملاء بتوعنا. لكن ما تكذبوش على الناس وتقولوا ان ده شغلكم وده مش شغلكم. فلقيت البنت بتكلمني بقى ان انا ايه ده حرام وان انا قطعت برزقهم. فقعدت كده افكر ايه ده، وانا فعلا كده، وانا يعني انا فعلا يعني انا بقى الكلام اللي انا بقوله الحقيقي، انا ما كذبتش، هما اللي كذبوا. فانا كده ممكن اكون قطعت برزقهم فعلا. فقلت لا، هو الحرام فعلا ان انا اسرق شغل مش شغلي وهنسيبه لنفسي. فبصراحه قلت لا، انا كده انا ماشيه صح. المهم بص هنا بعد ما خلاص بقى رصيت كل الحاجات بتاعتي، بصوا بقى كمية الحاجات اللي على الرخامة. عايزه اقول لكم انا طلعت كمية حاجات مش طبيعية في اليوم ده بجد، وتعبت جدا جدا. في حاجات كتيرة كانت هتترمي لان هي ما كانتش حلوة، في حاجات كتير كنت بحطها في اماكن تانية. الحاجات اللي انا بغسلها دلوقتي دي اللي كانت في الرف. شفتوا انا غيرت نظام الارفف، والارفف دي انا كنت حاطه فيها الطقم بتاع الجيلي والكريم كراميل والحاجات والفروت سلطات والحاجات دي كلها. فقلت لا انا هشيلهم
عشان هحطهم لما بقى اعمل بقى التجديد بتاع الفيديو الجاي بقى هتعرفوا انا هحطهم فين وعشان كده بقول لكم انا وسعت على نفسي شويه في المطبخ. حاسه ان الحاجات اللي انا يعني شلتها من المطبخ دي هتوسع عليا الدنيا. كمان الحاجات اللي انا حطاها مرصاها على الرخامه، الحاجات المشروبات، مكنه القهوه، الكاتل، العلب المشروبات، الكلام ده كله لما يتشال من على الرخامه هحس ان المطبخ وسع شويه. بس فهنا كنت بكمل بقى بقيه العلب البقوليات عشان هرفع بقى. يعني دي الحاجات اللي انا مش بستخدمها. بصوا الحاجات اللي انا كنت بستخدمها كتير قوي حطيتها في الارفف اللي هي اللي موجوده. المكرونه، الشعريه، لسان عصفور، دقيق، مش عارفه، رز، الحاجات اللي بنستخدمها يوميا تقريبا حطيتها في الارفف دي. الحاجات بقى اللي بستخدمها كل فين وفين حطيتها في الضرفه اللي بتتقفل. تمام. بس انا محتاجه ان انا اجيب تاني علب بقوليات لان في حاجات كتير عندي ما لقيتلهاش علب بصراحه، وفي علب لقيتها مش حلوه فرميتها. يعني ما حبيتش ان انا احط كده حاجات اركنها وخلاص وهي مش حلوه، فقلت لا هفلتر كده الحاجات اللي عندي وهرمي الحاجات اللي حسيت ان هي خلاص ادمت او خلاص مش هينفع ان انا استخدمها تاني. وان شاء الله اجيب بقى علب بقوليات. انا اصلا في حد على الانستجرام هيبعت لي علب بقوليات اللي هي الاكليريك. الاكونت اللي انا كنت حطيته لكم قبل كده اللي جبت منه المنظمات بتاعه التلاجة، هي برضو هتبعت لي علب بقوليات اكليريك. فحاسه ان هي هتكون حلوه قوي وهتغنيني بقى عن حاجات البلاستيك دي. ممكن احطها في ضرفه مقفوله واحط الاكليريك في الضرفه المفتوحه. هنا كنت بقى الاكياس اللي باقيه جبت لها المنظمات دي. مش لازم بقى منظمات اوفر بقى قوي، لا عادي اي منظمات عندي، اي حاجه، اي منظمات عندكم ممكن تعملوها كده بحيث ان انتم لما تيجوا حاطين الاكياس في الضرفه ما تبقاش اكياس كتير كتير فوق بعض وتحسي ان انتي تهتي ومش شايفه ده ايه. لا انا خصصت كل منظم زي ما انتم شايفين كده، منظم حطيت فيه السكر، منظم حطيت فيه الشعريه، منظم حطيت فيه الرز، منظم حطيت فيه المكرونات، بحيث ان انا عارفه ان دول كل منظم فيه حاجه خاصه. وحاسه ان الضرفه كده شكلها مرتب كده، ما احسش ان انا عينيا زغللت لما فتحت الضرفه. والمنظمات دي كلها كانت عندي اصلا، عايزه اقول لكم ما كنتش بستخدمها اصلا، كنت حطاها عندي في الدولاب جوه لان ما كانش ليها استخدام. فجبتها بقى وقلت هنظم بيها كده الضرفه بتاعه البقوليات. وحطيت بقى الحاجات اللي هي اللي ما بستخدمهاش كتير دي فوق، وبقيه الاكياس برضو حطيتها فوق في الرف اللي فوق لحد ما اجيب منظمات بقى للرف اللي فوق ده وانظم بيه برضو الرف اللي فوق. بس ده شكل كده الارفف. قولوا لي بقى رايكم ايه. بس كده وفيديو النهارده خلاص خلص. يا رب تكونوا اتشجعتوا كده وتحمستوا وشجعتكم. هتوحشوني جدا جدا للفيديو الجاي وان شاء الله مش هتاخر عليكم. يلا باي باي.